تعرف شواطئ مدينة عنابة هذه الأيام إقبالا واسعا من طرف المصطافين القادمين من مختلف ولايات الوطن، والذين وجدوا ضالتهم في قضاء وقت مريح، خاصة في شواطئ كورنيش المدينة التي أضحت منتعشة ليلا ونهارا بحركة المصطافين. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي لمنصف ملياني والتغطية لحسام العبيدي. توافد كبير للمصطافين من مختلف ولايات الوطن على شواطئ مدينة عنابة لقضاء العطلة الصيفية هروبا من لفحات الشمس الحارقة. Une jolie ville, il y a beaucoup de monde. À la base, on est venu en vacances sur Béjaïa, on a été à Alger et maintenant on est à Annaba. جئت من ولاية بسا إلى ولاية عنابة باش نعوم في بحرها، فعجبني الجو ياسر. أجواء مميزة يشهدها كورنيش عنابة، وحيوية كبيرة من قبل العائلات التي فضلت الاستمتاع بزرقة البحر نهارا والتمتع بجمال المدينة ليلا. أنا في البولفار تاع عنابة هذا ندورو فيه وصافا، يعني راك تشوف الله يبارك الغاشية وكاع برا ما شاء الله، يعني الله يبارك. يعني جينا فاكونس هنا لعنابة، الحمد لله كاين أجواء عائلية مع السخانة هذه، حتى الأمن ما شاء الله كاين الأمن، كاين قعدات عائلية، حتى الأجواء تاع الطبخ كان منوع ما شاء الله، تنظمت بزاف كثير الحمد لله. مرحبا بكم، ان شاء الله تجيو تزورونا في عنابة خاطر كاين دي بيزاج مانيفيك وتعقبوا احلى فاكونس ان شاء الله. تحسين نوعية الخدمات وتوفير الأمن من بين الأولويات التي تساعد على استقطاب أكبر عدد من المصطافين والمساهمة في التشجيع على السياحة الداخلية.